في شارع هادئ من شوارع مدينة صغيرة، كان كريم بيروح من شغله كل يوم في نفس الميعاد، وعلى نفس الرصيف كان بيشوف ست كبيرة قاعدة على الأرض، ملامحها دايما حزينة لكنها نظيفة ولابسة لبس بسيط. كل يوم نفس المشهد، وهي قاعدة ساكتة، مش بتشحت، مش بتطلب حاجة، بس نظرتها كانت بتتعلق في عينه وكأنها بتقول له افتكرني. بعد أسبوعين من المشاهدة اليومية قرر كريم يوقف ويسألها: حضرتك محتاجة حاجة؟ ينفع أساعدك؟ بصت له ببرود وقالت: ساعد نفسك الأول قبل ما يفوت الأوان. اتصدم من ردها ومشي، بس اليوم اللي بعده ما كانتش موجودة، اختفت. سأل البقال اللي على أول الشارع، قال له: الست دي راحت فجأة، ما حدش يعرف عنها حاجة، بس غريبة، دي كانت قاعدة هنا من 10 سنين. كريم ما استوعبش. 10 سنين؟ إزاي؟ هو ما شافهاش غير من أسبوعين. رجع البيت وقرر يدور، دخل على النت، كتب وصفها وسأل في جروبات المنطقة، لحد ما واحد بعت له صورة قديمة جدا من جريدة: العثور على جثة سيدة مجهولة في شقة قديمة، والاشتباه في ابنها الوحيد الذي اختفى بعدها. الصورة كانت لها نفس الست، لكنه ما فهمش هي ازاي كانت قاعدة في الشارع وميتة من زمان. اللي حصل بعدها كان أغرب. لما رجع البيت فتح باب الشقة ولقى صورتها على الحيطة ومكتوب تحتها بخط قديم: ادعي لماما بالرحمة علشان سامحتك يا كريم. وقع من طوله. الست دي كانت أمه اللي هو سابها زمان وهرب من البيت، ولما رجع كانت الدنيا قررت توريه الحقيقة. بعد ما فات الأوان